السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم نص الملعب. خلاص يا جدعان، كأس العالم يوم الأحد، الواحد متحمس أوي للنسخة دي لأن بجد شكل الملاعب والأجواء، قطر عاملة شغل جميل جدا، حاجة تحفة. ملاعب بدرجات يعني مكيفة، درجات حرارة معينة، حاجة يعني بجد ما شفناهاش. أنا واحد من الناس بدعم بشكل كبير جدا قطر، لأن فعلا أنا حاسس بالفخر لأول مرة أكون عربي، أحس إن إحنا قادرين نعمل حاجة. وده النقطه اللي عند بعض العنصريين في اوروبا، ان هم شايفين ان قطر دوله مش مؤهله ان هي تعمل كاس عالم. لا، قطر بدات تعمل حاجات وتعلمهم دروس في الانسانيه كمان، يعني بدات تديهم حاجات في ان الدين الاسلامي دين التسامح. تخيلوا كده لما تشوف قطر، وانت نازل، اللعيبه نازله المطار، وتاخد مثلا كده حاجه تعرفك الدين الاسلامي، التسامح عامل ازاي فيه. هي الفكره كلها ان هم عندهم في عقليتهم العنصريه ان العرب يعني سلاح لا لا، مفيش الكلام ده. قطر ادت نموذج للعالم العربي كله ان هو فعلا احنا في حته تانية بفضل الله. ونتمنى التوفيق لمنتخب قطر، لان فعلا محتاجين منتخب قطر يصعد لدور ال 16 بعد الاداء المبهر اللي عمله في تنظيم البطوله. وايضا بنتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه، يعني انا واحد من الناس شايف ان المنتخبات العربيه دي فرصه كويسه، ان البطوله على اراضي عربيه، هيبقى في جمهور يشجعكم، موتوا نفسكم في الملعب. خلينا مره بقى كده نحس ان احنا موجودين في دور ال 16 ونلعب دور 8. لازم يا جماعه، لان احنا برضو عندنا كوره، احنا بنلعب كوره والله، عندنا لعيبه كبيره جدا وعندنا لعيبه محترفه بره في اوروبا. احنا ما نقلش حاجه، بس هي عمليه ثقه. احنا نتمنى ان يكون عندنا ثقه في نفسنا عشان نقدر بامر الله نوصل ونحقق حاجه كويسه. كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه بشكل عام. تعالوا مع بعض كده نروح للمجموعه الاولى اللي بتضم قطر والاكوادور وهولندا والسنغال، وانا اتمنى ان شاء الله صعود منتخب قطر ومنتخب السنغال، ولكن بالارقام والحسابات الاقرب الاكوادور وهولندا. وتعالوا مع بعض كده نروح للمجموعه الثانيه اللي بتضم انجلترا وايران والولايات المتحده وويلز، وانا اتوقع صعود المنتخب الانجليزي وايران. وتعالوا مع بعض كده نروح للمجموعه الثالثه اللي بتضم الارجنتين والسعوديه وبولندا والمكسيك، وانا اتمنى ان شاء الله صعود منتخب السعوديه، ولكن بالارقام والحسابات المنتخب الارجنتيني ومنتخب المكسيك. وتعالوا مع بعض كده نروح للمجموعه الرابعه اللي بتضم فرنسا واستراليا والدنمارك وتونس، وانا اتمنى بامر الله صعود منتخب تونس، ولكن الاقرب فرنسا والدنمارك. تعالوا مع بعض كده نروح للمجموعه الخامسه اللي بتضم اسبانيا وكوستاريكا والمانيا واليابان، وانا شايف ان المجموعه دي مجموعه قويه جدا، ولكن اتوقع صعود المانيا واسبانيا. ونروح للمجموعه السادسه اللي بتضم بلجيكا وكندا وكرواتيا والمغرب، وان شاء الله نتمنى صعود منتخب المغرب مع كرواتيا. ونروح للمجموعه السابعه اللي بتضم البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، وانا اتوقع صعود البرازيل والكاميرون. ونروح للمجموعه الثامنه اللي بتضم البرتغال وغانا واوروجواي وكوريا الجنوبيه، وانا اتوقع صعود البرتغال وغانا. مستنيين تعليقاتكم للمنتخبات اللي هتصعد لدور ال 16 ان شاء الله في كاس العالم. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.